حسيت ان احنا بعاد قوي جدا. يعني المغرب بيلعب البرازيل، يعني انت فاهم، انت ممكن يعني في ماتش من لو تنبسط شويه تقول ايه الفرقه بدات يبقى فيها حاجات احسن، فتيجي تتفرج على المغرب والبرازيل لا ده احنا احنا بعيد يعني المغرب بقى دلوقتي بيلعب البرازيل بيستحوذ بيعمل هجمات ده اول بيعمل منتخب عربي في تغييرات التاريخ يكسب البرازيل. كسب كل الناس، يعني كسب البرازيل كسب الفرق وبلجيكا الجامده واسبانيا كلها ومش عارف ايه، والبرتغال ومصر كسبته في كاس الامم. اه مش عارف خد بالك ده يكسب. مش ضربات جزاء كمان، احنا كسبانين 2-1 احنا كسبانين المغرب 2-1 باكسترا تايم 2-1. فاحنا دي كسبنا. جوال المغرب والبرازيل اهي 2-1 خلص الماتش. يعني كان ماتش الحقيقه لا يعني جميل. مشرف. وغير المكسب الاداء جوه الماتش نفسه جوه ال 90 دقيقه اداء اخر 5 دقائق هم بيمسكوا الكوره وبيعملوا فيها بيلعبوا فرقه المغرب. انت فاهم، وهم اثبتوا كمان ان اللي حصل في قطر مش حظ، مش صدفه. مش صدفه. انك بتقابل برضو البرازيل باللعيبه اللي موجوده في البرازيل وتلعب ماتش زي ده وتكسب، وكل حاجه حلوه، شكل الجمهور حلو، الملعب حلو، اللعيبه اداء حلو، مدير فني يعني تصريحاته ممتعه. حتى النهارده لما بيتكلم قال لك انا عندنا دلوقتي خلي بالكم ان احنا هنقع تحت ضغط كبير، اي حد في افريقيا هيبقى بيلعبنا عايز يكسبنا، عشان هو خلاص هو اتحط في الحته، فاكر الحته بتاع منتخب مصر لما كان بياخد كاس الامم، فهو اتحط في الحته دي دلوقتي. اي منتخب في افريقيا هيبقى عايز يكسب المغرب، ده طبيعي. بس انا بتكلم في غير انه مش عايز يكسب، هيعمل لها 100 حساب وهيستأسد، يعني هو هيبقى مطالب ان هو يعمل حاجات كتيره جدا. وشوف برضو ان هو دخل عناصر كتير على الفرقه، يعني الفرقه اللي كانت معاه في كاس العالم ودخل عليهم عناصر، هو يعني ما عندوش حته ان هو قلقان من حاجه، لا هو بيفكر للمستقبل يعني. فانا شايف ان المغرب لا فرقه محترمه، وانت بتتفرج في فرقه كوره يعني تحس ان في اداء جوه الملعب، اللعيب اللي بينزل بيضيف اكتر من اللعيب اللي خرج بره الملعب، وتغييرات كلها ايجابيه، ولاعيبه صغيره في السن قدامها 3 4 سنين في المنتخب، الجيل ده هيبقى موجود. فانا شايف لا يعني انا بقول لك المنتخب الاولمبي حاجه كويسه، المنتخب الاول بعض الفترات، انما لما تيجي تعمل المقارنه بيننا وبين المغرب لا احنا بعيد. بشير البارحه مباراه كبيره بين البرازيل والمغرب، ومبروك المنتخب المغربي اللي فاز البارح في مقابله الحقيقه تاريخيه، فوز تاريخي. ها قدامنا يعني الجماهير والدخله نتاع الجماهير المغربيه. طبعا سي توفيق بدون ادنى شك انه فوز تاريخي للمنتخب المغربي، خاصه منتخب البرازيل بكامل نجومه. تفرجت في الماتش البارح سي توفيق؟ اي تفرجت. لا ماتش ريفيرونس. تشوف المغرب تلعب ضد البرازيل ماتش ريفيرونس، ولكن بقطع نظر على النتيجه، من الاجواء اللي دارت فيها المباراه، الملعب، الاخراج، حضور البرازيل في حد ذاتها في المغرب. احنا باش نلعب ماتش اميكال مشينا لها البرازيل، اختارت هي المكان، هي جات لطنجه، واللاعبين كل اللي معناها ينشطوا في اوروبا الكل كانوا متواجدين، فما غيابات اوكي، ولكن على الاقل ابرز ماتش ريفيرونس اللي التسويق نتاع المغرب للكاس العالم 2030. فحاجه حلوه، الدخله حلوه، الاجواء كلها كانت طيبه. الماتش زاد فيه طبعا ما نحكيو عليه، تبقى صادق سالمي ما نحكيو اربيتراج. المهم انه احنا في المقابله هذه عندنا تحكيم تونسي كان حاضر. بشير، صادق السالمي والفريق اللي معاه، شنو تقييمك لادارتهم امبارح الماتش؟ والله دار المقابله صادق السالمي ومساعد خليل حساني ومحمد بكير، وكانوا زاد معه هيثم قيرات في الفار وهو ونعيم حسني. الحقيقه المقابله شفناها كان فيها معناها ريتم عالي، كان فيها تنافس، ما شفناش معناها تنافس كما نقولوا متقارب جدا بين الزوز فرق، عباره على انه معناها ما ثماش فوارق بين شفنا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب المغربي. الحقيقه الاهداف 3 اهداف كانت سليمه، ما فيهم حتى شيء. حاول نذكر بالاهداف. سفيان بوفال كان سجل الهدف الاول المغرب، عدل كازيميرو في الدقيقه 67، ثم الهدف الثاني كان عن طريق عبد الحميد سابيري، سجل هو الهدف تصويب اخويا. المقابله باش نعرفوا انه لعبت بالفار جمال، معناها الفريق المغربي رغم انه كما نقولوا كان ينجم يلعب من غير فار، يقول حتى معناها بما انه هو يستضيف، لكن يقول لك اني عندي احتراما لقيمه المنافس، يقول لك اني مري عندي امكانيات ونلعب بالفار، علاش ما نلعبش بالفار ونعطي المقابله اللي هي معناها مقابله. لا هو استعراض امكانيات البارح من طرف المنتخب، امكانيات فنيه لوجستيه تنظيميه.
كما قلت جمال وقال سي توفيق هو استعراف كامل للامكانيات اللي متوفره في المغرب اللي باش ينجموا على يعملوا معناها بطولات عالميه. وشفنا انه الفار الغى هدف للمنتخب البرازيلي معناها بوجود تسلل، وشفنا بالتقنيه الجديده انه كان تقرير فما 10 سم ولا 15 سم. ها الهدف هو هذا هو الهدف. شوفوا التقنيه كيفاش معناها بالكتف مقدم على الثاني اخر مدافع. زاد في الهدف الثاني المنتخب المغربي شفنا انه الفريق البرازيلي طالبوا لمسه يد، لكن الاعاده ظهرت انه ضربت في الساق وما ضربتش في ايده، خاطر الصحيح لو ضربت حتى في ايده في لقطه كيما هذه ديريكت كان يلغى الهدف، لكن الهدف كان سليم. نجم نقولوا المقابله صحيح كانت مقابله، خاصه انه الفريق البرازيلي ما كانش مسيطر ودخل زاد في شويه معناه كان على اعصابه، وشفنا اللي هو كان مستفز للاعبين حتى المغاربه كذلك، ولا معناه بالطبيعه المنتخب البرازيلي شاق روحه خاصه مع المغرب ماهيش بالسهله. شفنا زاد كان فما شويه نقاشات مع الحكم على بعض القرارات، لكن اللي نشوفوا انه المقابله بالنسبه لي تحكيميا كانت ناجحه. بعض الاخطاء التقديريه اللي في الميدان ما كانتش مؤثره على نتيجه المقابله، لكن اهم حاجه انه الاهداف والاهداف كانت سليمه وسيطرت معناها الطاقم. ولو انه توفيق بكري انت تشكر يعاود احنا قاعدين نخزرك مش مشكله. احنا واحد ورايو انا نحكي مش بيتقل فينيسيوس ما يستاهلش على الدفعه نتاعو بالطبيعه. هو معناها لا ايش اقول لك سي توفيق ملاحظتك في مكانه، اما بحكم انه مقابله كما نقولوا وديه باش يعطي هو انذار، هو لما الموضوع نبه عليهم الزوز، اما لكن هذيك في مقابله معناها اقصى حالات التهور من اللاعب، الدفع هذاك ينجم اصلا ورزمو معناها بالنسبه لفينيسيوس دزوا في دار وكان جاء في وجهه ينجموا نحكيوا على حمراء. وكلامك صحيح توفيق وملاحظتك صحيح، لكن ما تتبدل المعطيات والحكم يقول لك باش نعطيو صفرة نادى اللاعبين، لكن نمشي معك انا رمضان وعواش ورمضان وعواش وديجا شفنا حتى في الشوط الثاني الحكم انا وقف المقابله بالشرب والذل تاع الجوارات المغاربه خلاهم يسحروا غير مراعاة كامل مش انا واش نقول لك باش اسمعني تونسي حاضر، احنا فرحانين تحكيم تونسي حاضر وفرحانين المغرب ربحت وفرحانين اللي التصويق والصوره اللي طلعت حلوه برشا. هذا اللي يهمنا في ماتش كيما الماتش نتاع البارح بصراحه. يعمل كيف سي توفيق راهو ما نعرفش تعرف ولا المنتخب البرازيلي من معناه من الفرق الصعيبه جدا كي يبدا خاسر على الميدان، صعيبه راهو جدا معناه عندهم معناه مستنسين ما يحبوش الخساره راهو. وحتى في اي بطوله عالميه ونعرفها من الكواليس نتاعها سواء البرازيل ماذا كان خرجت يقول لك تو البطوله باش تاخذ منعرج اخر معناه ما فماش برشا ضغط، يعمل برشا ضغط حتى على المسؤولين. البرازيل مستنسه تخسر هي بالطبيعه، معنا في افريقيا سورتو بالنسبه لهم هما وصلنا مش الكاميرون فازت على وجات قبل 3-4 ايام راهو من نهار الخميس وصلوا، مش معناه واخذين الماتش بشديه، مش جايين نهار السبت باش يلعب غدوه، جايين من نهار الخميس ومشاو طنجه طيب وكل شيء طيب. هاي نمشيو موزيكا وبعد نرجع بس. So tell me you got it right now. Oh, you got it all right now. Tell me and you